بسم الله الرحمن الرحيم. احلى عدس تاكله من عندي. ايه؟ احلى عدس. ليه بقى؟ شوربه الكوارع فيها النخاع بتاعها، فيها كل حاجه. بعدين بيتعمل فتة كوارع، فتة عدس بشوربه الكوارع وعليه تومه متحمره من فوق الوش، ورغيف عيش محمص مع بصلايه. زي عندي مكرونه صلصتها. قولي لنا بقى ايه السر في الاكل بتاعك والصلصه والحاجات بتعمليها ازاي؟ زي اي ست بيت، بس اهم شيء من ده كله النفس والرضا عن اللي انت بتعمليه. طول ما في رضا جواكي وانت بتعملي الحاجه للناس هياكلوها باحلى طعم. واهم شيء ان انت وشك يبقى جميل كده في وشهم وتضحكي، عشان حتى الناس تحب تيجي تاكل من عندك. كبده الاسكندراني كل حاجه بتعمليها بنفس البيت؟ طبعا، وبعملها جوه، ما بعملش حاجه هنا. هنا مفيش غير ان انا بحمر البطاطس. دي التقليه طبعا بتاعت المكرونه اهي. ودي شاورمه الفراخ. الحمد لله مفيش حد كل من عندي وقال حاجه وحشه، بالعكس الحمد لله. الف حمد والف شكر. السندوتشات بتبدا عندي من 5 جنيه. شكلها ايه كده؟ وريني كده. سندوتش البطاطس بيتعمل 7 جنيه. عندي جبنه قديمه ب5، جبنه بيضه ب5، شاورما ب20، كبده ب20 الرغيف ومع بطاطس، ومعايا مكرونه. عندي مكرونه وبانيه حسب الطلب. واحلى عدس طبعا بقى تاكليه من عندي. ده غرور ده ولا ثقه؟ لا الحمد لله، ثقه في الله ثم الحمد لله. طول ما ربنا رايد لك بالخير، طول ما ربنا بيوقف لك ولاد الحلال. وبعدين مش احسن ما مد ايدي لحد؟ صعبه منك تمدي ايدك لحد وتقولي انا عايزه ولا مش عايزه. تعرضتي لايه في حياتك؟ تعرضت لكتير كتير قوي وضغوط كتير حواليا، وانا مش من النوع اللي بحب اخد حاجه من حد. بتخنق. ممكن لو حد اداني حاجه عيا